بيكسب مليون جنيه في اللايف الواحد، والناس بتقول عليه دون جوان التيك توك. وبعد ما كان مكسر الدنيا بفيديوهاته، دلوقتي الحكومة بتدور عليه. ايه اللي حصل لشاكر وليه الحكومة بتدور عليه؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. في ناس بتكسر الصورة النمطية لحياتها، وناس بتسيب وظيفة ثابتة ومرتبة وتغامر في سكة مجهولة وبتكسب. وده بالظبط اللي عمله محمد شاكر حمزة، شاب من المنصورة مولود سنة 1995، يعني عنده دلوقتي 30 سنة. شاكر بدأ دراسته في كلية الهندسة بس ما كملش، وحول لكلية الشرطة واتخرج سنة 2017 وكان من الأوائل، واشتغل نقيب شرطة في أسوان. بس بعدها بفترة قرر يسيب كل ده بسبب ظروف عائلية، وينقل حياته لسكة ما كانش متخيل إنها هتوصل بيه للي هو فيه دلوقتي بعد ما دخل عالم السوشيال ميديا. وكانت أول بوابة دخل منها لعالم السوشيال ميديا تطبيق كلاب هاوس. شاكر أول ما استخدم التطبيق ده شد انتباه ناس كتيرة بطريقة كلامه، وبدأ يسمع كلمة انت ليه مش على التيك توك؟ وفعلا قرر ينزل أول لايف على المنصة. وفي أول لايف عمله على تيك توك واللي كان من سنة ونص تقريبا كسب منه حوالي $2، وتاني لايف جاب $6 بس. اللي شجعه يكمل مش الفلوس، لا الشغف. اللايف بالنسبة له كان المكان اللي شخصيته بترتاح فيه، لكن زي أي بداية اتصدم لما أول حساب ليه على تيك توك اتقفل بعد ما وصل ل100,000 متابع في أقل من 6 شهور. وساعتها أطلق الجملة اللي بقت ترند: شاكر محظور دلوقتي، وبقت اسم حسابه الرسمي. بس هو ما استسلمش وبدأ من جديد، والمرة دي كانت البداية أقوى بكتير. بقى يكسب من اللايف الواحد أكتر من مليون جنيه في 3 ساعات بس، وده باعترافه في بودكاست بيني وبينك ووان تيك. بس المدهش بقى انه رغم الارباح الكبيره بيقول انا مش فارق معايا الفلوس، اللي فارق معايا اني اقدم حاجه بتاثر في حياه الناس وتوصل لهم طاقه ايجابيه. محمد شاكر دلوقتي عايش في مدينتي بالقاهره، وبيتفاعل مع جمهوره على انستجرام كمان، وبيشاركهم صوره وجولاته في دار المسنين والايتام، وبيظهر دايما بشكل بسيط، وعنده كاريزما خلته يتلقب بدون جوان التيك توك. ودلوقتي الناس بتتابعه بالملايين على تيك توك، بقى عنده أكتر من 4.7 مليون متابع، وعلى انستجرام حوالي 899 ألف متابع. في 2024 شارك في مسابقة انفلونسرز تشالنج أوورد في لبنان، وفي 2025 صورته اتعلقت في مطار إنجلترا وأكبر ميادين لندن كأول مؤثر مصري وعربي يتعرض في الأماكن دي. مش بس كده، ده كمان شارك في مسابقة عالمية في لندن وخد فيها المركز العاشر على مستوى العالم كأكثر صانع محتوى مؤثر، وبيجهز حاليا لأول دور بطولة ليه في السينما. وعلى فكرة ده سبق ودخل اختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية ونجح وشارك في بروفات بالفعل. لكن مع كل الشهرة والنجاح ده، الأيام اللي فاتت حصل تطورات كبيرة، لأنه تم التقدم بعدد من البلاغات الرسمية ضد محمد شاكر، والبلاغات دي اتقدمت للنيابة وبتطلب بالتحقيق في مصدر ثروته، خاصة بعد ما بدأ يكسب مبالغ ضخمة جدا من اللايفات، وظهر في أكتر من مناسبة وهو بيقول إنه بيحقق أرباح خرافية في وقت قصير. في ناس بتقول إن ده اجتهاد وذكاء سوشيال ميديا، وناس تانية شايفة إن الموضوع محتاج تدقيق. علشان كده النيابة دلوقتي بتراجع كل التفاصيل، وشاكر نفسه لسه ما طلعش يرد بشكل رسمي واكتفى بالصمت، وده اللي زود الجدل أكتر حوالين الموضوع. عموما لسه الأيام جاية هتقول لنا الحقيقة فين.